صوت الصحافة، نبض الخبر. أكد رافائيل لوزان خلال منتدى نظمه نادي أتلتيكو مدريد على ضرورة تحرك الحكومة الإسبانية السريع لمواجهة الجاهزية الكبيرة التي يظهرها المغرب في ملف تنظيم مونديال 2030. وقد حذر لوزان من أن التباطؤ قد يضعف موقف إسبانيا أمام القوة التنظيمية والالتزام الواضح الذي تبديه المملكة المغربية في قيادة هذا المشروع الضخم. وتتوزع ملاعب البطولة العابرة للقارات بين إسبانيا ب11 ملعبا والمغرب ب6 ملاعب والبرتغال ب3 ملاعب مع مشاركة رمزية لدول أمريكا اللاتينية. ويرى لوزان أن تعدد جهات القرار في إسبانيا يتطلب ترتيبا داخليا عاجلا وانخراطا حكوميا جادا بدءا من شهر سبتمبر، وذلك لمواكبة الوحدة التنظيمية التي تميز الجانب المغربي. وفي قلب هذا التنافس يبرز مشروع الملعب الكبير الحسن الثاني بالدار البيضاء، والمقرر افتتاحه عام 2027 كأحد أهم الأوراق المغربية. فبفضل سعته التي تصل إلى 115 ألف متفرج سيصبح أضخم ملعب حديث في العالم، مما يجعله ندا قويا لملاعب تاريخية مثل سانتياغو برنابيو وكامب نو في صراع الفوز باستضافة المباراة النهائية. وعلى الرغم من هذه الطموحات المتبادلة يظل ملف الملعب المستضيف للنهائي معلقا بانتظار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، حيث ستخضع كافة المنشآت المرشحة لتقييمات دقيقة ومعايير تقنية وتنظيمية صارمة قبل الإعلان الرسمي عن الوجهة التي ستحظى بشرف تنظيم الختام العالمي. صوت الصحافة، نبض الخبر.